السلام عليكم. وصفة اليوم ما كاش اللي ذاقها وما عجبتهاش، وبزاف اللي طلبوها مني صابلي صالي مع موس الدجاج. بلا ما نطول عليكم نبدا مباشرة في تحضير الوصفة. بسم الله. اولا نبدا في تحضير العجينة. عندي هنا في ريسيبيون 250 غرام فرينة. في الفرينة نقصت منها 2 ملاعق كبار فرينة وعوضتهم ب2 ملاعق مايزينا. نزيد معاها ملعقة صغيرة بيكربونات، تقدروا تعوضوا البيكربونات بملعقة صغيرة خميرة الحلويات. وعندي 125 غرام مارغرين طرية، ملعقة سكر وملعقة ملح. هنا الملاعق اللي استعملتهم في السكر والملح ملعقة صغيرة. ونحل حبابي. هنا كمية الفرينة درت نصفها مارغرين. ندخل مليح المارغرين في الفرينة ونزيد لها حبة بيض كاملة، ونزيد شويه ماء قيس 3 ملاعق كبار. هنا ما تكتروش الماء غادي تتلم بكل سهوله. ها هي العجينه نتاعي راهي طريه. نحطها في ريسيبيون نغطيها ونخليها ترتاح. في الوقت اللي ترتاح فيه العجينه نحضر الحشو. كنت ربيت حبه بصل كبيره وقليتها مليح مع ملعقه زيت وملعقه مارغرين. خليت بصل حتى داب. بعدها نحط كميه من الدجاج اللي عندي ونتبل فلفل اسود سكنجبير كميه من المعدنوس مقطع رقيق، ونزيد ملعقه صغيره ملح. ندير كاس الا ربع ماء قيس ما يطيب لي الدجاج فقط. نحط المقله نتاعي على النار حتى يطيب الدجاج. بعد ما يطيب نخليه يبرد ونفتح مليح. نجي الان صلصه الجبن اللي نحتاج فيها كاس حليب، 3 ملاعق صغار النشاء، كميه معتبره من الفرماج. انا خلطت درت جبن مثلثات ودرت كميه من الجبن المبشور عفوا. نحط الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى نتحصل على صلصه عاقده ملساء ما فيهاش حبيبات كما راكم تشوفوا. نغطيها ونخليها تبرد. نجيب العجينه بعد ما ارتاحت نرش المايزين على طاوله العمل ونبدا نحل العجينه نتاعي. ما نخليهاش رقيقه، نحلها كيما نحلو عجينه الصابلي العادي. شوفوا العجينه راهي مرتاحه، راهي تتحلي بكل سهوله. ونطبع بطابع الشكل اللي بغيتوه. انا خيرت شكل مربع. نحطهم في بلا اللي هو ورق الطهي ونثقبهم بالشوكه. ندخلهم للفرن على 160 درجه ونخليهم حتى يتحمروا. ها هو الدجاج بعد ما برد وفتته الى قطع صغيره. نجيب الباتور ونخلط مليح، وفي كل مره نضيف له صلصه الجبن اللي كنت حضرتها امامكم. بالباتور نقعد نخلط، وفي كل مره نزيد ملعقه من صلصه الجبن حتى نتحصل على موس الدجاج او نتحصل على خليط كريمي. شوفوا هذا هو القوام اللي نحتاجه. الآن نحط موس الدجاج في علبة ونخليها حتى تبرد مليح. بعد ما وجدت كلش الآن نجيب بوش فيها دوي، نحط موس الدجاج في البوش ونعمر حبات الصابلي. ونزينهم بالزيتون معدنوس فلفل احمر مقطع، او بطابع صغير نشكلوا وردات بالكاشير. انا درت 3 انواع في التزيين. نوع زينته فلفل احمر وزيتون معدنوس، نوع زينته بوردات الكاشير والمعدنوس، ونوع زينته من وردات
من الجزر والكورنيشو. وهكذا نكون كملت وصفتي لنهار اليوم، صابلي صالي بموس الدجاج، مملحة جديدة تناسب مائدة رمضان والمناسبات. جربوها تجي بزاف بنينة. ما تنسوش شاركوا الفيديو حتى يصل للجميع، وخلوا لي آراءكم في التعليقات. إلى وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.